السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده يوم جديد من يومات أميرة في المطبخ. النهارده مع بعض وصفة سهلة سريعة لكل اللي بيشتغلوا. النهارده معانا دبابيس فراخ زي ما انتم شايفين كده في الصورة حبايبي. انا ببدأ اقطع الدبابيس لشرايح عشان الصوص كله يدخل في التتبيلة. طبعا المكونات سهلة وسريعة ومنجزة معاكي. في اي وقت انتي تكوني انتي مستعجلة تستخدمي الوصفة ديت. معانا دلوقتي كوباية زبادي، نص كوباية صلصة. التوابل بقى عبارة عن ايه؟ ونص كوباية زيت. التوابل معلقة بابريكا، معلقة ملح، معلقة فلفل، كزبرة ناشفة، توم باودر، بصل باودر، 7 بهارات. والصوص ده كله هقلبه مع بعضه وهشيل منه حوالي نص كوبايه زي ما انتم شايفين حبايبي. ببدا ان انا اقلب المكونات كلها ما تتجانس مع بعضيها. وخمس فصوص توم. وهبدا اشيل الصوص اللي انتم شايفينه قدامكم، وهبدا اشيل منه نص كوبايه. دلوقتي انا جبت بوله وحطيت فيها الدبابيس، وهبدا احط عليها الصوص. وانا هكتب لكم في صندوق الوصف كل المكونات عشان تحفظوها عندكم وتعملوها. دلوقتي اهو انا هسيبها تتبل شويه. عبال ما تتبل انا جبت بطاطس قطعتها ترانشات، وجبت قرنين فلفل وقطعتهم وحطهم في جبت طاجن بايركس، وهحط فيها البطاطس، واحط قرون فلفل. وهحط نص كوبايه التتبيله، هحطها عليها واقلبها. و واثناء ما انا بقلب انا سايبه دبابيس الفراخ تشرب من الصوص وتتجانس مع بعضيها. دلوقتي هبدا مع بعض ان انا احط دبابيس الفراخ على البطاطس وعلى الفلفل. اتمنى منكم ما تدعموني بلايك وتشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد. وما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات. ويا رب الوصفه تعجبكم واتمنى انتوا تجربوها. دلوقتي حبايبي انا حطيت الصوص عليها بالكامل، وهحط عليها حبة بقدونس، وزوقتها بحبة ليمون وشرايح برتقال. يا رب الوصفة تكون عجبكم وتجربوها. واشوفكم على خير، مع السلامة.